اول ما الكلب شاف العيله دي جري عليهم بسرعه جدا. جوز الست دي كان صاحب الكلب ده من وهو صغير، بس قبل ما يموت الكلب ضاع منهم في الشارع، ولما شاف العيله عرفهم على طول. لكن للاسف مراته وابنه ما عرفوش الكلب حاول بكل الطرق يعرفهم على نفسه، بس هم ما خدوش بالهم. بعدها الام خدت ابنها ومشيوا بالعربيه، لكن الكلب فضل يجري وراهم لحد ما وصل المنزل. الولد بص للكلب قلبه رق وقال لامه انا عايز اتبناه. الام وافقت واخدوا الكلب في مره. الولد كان بيلعب والكلب خبى لعبه من لعبه تحت الترابيزه من غير ما الولد ياخد باله. لما الولد لقى اللعبه ناقصه افتكر ان باباه هو اللي كان بيخبي له الالعاب كده زمان. وقتها حضن الكلب جامد كانه حس انه رجع له حته من ابوه. ولما جه الليل الولد حب يزور قبر ابوه وكان التلج بينزل. راح المقابر بس الحارس قفل البوابه والولد كان جوه لحسن الحظ. الكلب لقى الولد في الوقت المناسب، جري عليه وخده في حضنه ودفاه بجسمه. بعد شويه الام وصلت لانها كانت عارفه ان ابنها رايح يزور قبر ابوه. اخدت ابنها للعربيه علشان يتدفى، ولما رجعت علشان تاخد الكلب شافته شايل التلج اللي كان مغطي القبر وبيكشف لها عن سر عمرها ما شافته قبل كده. كان في حاجه جوزها سايبها وعد انه دايما هيبقى جنبهم. وقتها فهمت ان الكلب ده هو نفسه اللي كان مربيه جوزها، ومن ساعتها بقى جزء من العيله.